اللي قبلنا قالوا لكل مقام مقال وكل وقت وله أذان. القصد إيه؟ القصد إن كل حاجة وليها استخدامها وليها وقتها. طيب أنت في مشوار بيتك الذكي هيعدي عليك أجهزة وسنسرز وحاجات موجودة كتيرة قوي هدفها إن هي تسهل لك حياتك، بس لو أنت مش عارف المشكلة إيه بالظبط وأنهي واحد من الأجهزة دي اللي مناسب أكتر إن أنا استخدمه، هتضيع وقت ومجهود وفلوس على الأرض. أنا النهاردة جاي اتكلم معاكم على 4 انواع من السنسرز واشرح الفروقات ما بينهم، والهدف ان دوت يساعدك وانت بتاخد قرارك تستخدم انهي واحد فيهم لانهي سيناريو او انهي مشكلة انت بتواجهها. تعالوا نخش في الفيديو نتكلم عليهم واحد واحد. اول سنسر هنتكلم عليه النهارده هو السنسر البديهي اللي بيجي في دماغنا كلنا لما بنفكر في البيت الذكي، اللي هو ايه؟ الموشن سنسر او مستشعر الحركه. ده هدفه الوحيد في الحياه ان هو يشوف لو في حركه في مكان معين يعمل على اساسها خطوات انت بتقول له عليها. مثلا لو في حركه في الاوضه الفلانيه شغل النور، لو الحركه دي ما بقتش موجوده طفي النور. الجهاز ده بيشتغل بالانفراريد، وعلشان هو بيشتغل بالانفراريد في مشكلتين لازم تبقى عارفهم فيه. اول حاجه، معظم الموشن سنسورز مش اعظم حاجه لو بيشوف الحركه جايه بالبلدي المصري وش في وش، لازم الحركه تعدي قدام السنسور علشان يعرف يشغل او يديتكت الحركه مظبوط. تاني مشكله في الجهاز دوت ان هو بيستشعر حركه. طب لو انا قاعد ثابت في مكاني مفيش حركه، فلو انا قايل للجهاز بتاعي لو مفيش حركه طفي النور، ممكن ابقى قاعد مندمج وعمال اقرا في كتاب، ممكن ابقى قاعد بتفرج على فيلم وثابت في مكاني بقالي شويه، مش هيشوف الحركه، هيطفي النور، بوظ الاوتوميشن وضرب هدف البيت الذكي في مقتل. طيب هل ليه مميزات؟ طبعا ليه مميزات. هو مبدئيا من ارخص السنسورز اللي ممكن تجيبها، ليه استخدامات كتيرة جدا في البيت، بس يعتمد زي ما اتكلمت في الأول هو أنت عايزه لأنهي مكان بالظبط، ولازم تبقى ملم وعارف كويس قوي مشاكله فين. فمثلا أحسن مكان تحط فيه موشن سنسورز فين؟ الحمامات. لو عندك سلالم في البيت، طرقة، لأن دي حتت الناس بتروح وتيجي عليها كتير، والحركة هي أساس التريجر اللي هيشغل لك الأوتوميشن بعد كده. وده كان الموشن سنسور بتاعنا اللي هو الزيجبي موشن سنسور. بس يا جماعه، وده في عجاله تبسيط مخل للموشن سنسور، ونخش على السنسور اللي بعده. تاني جهاز معانا او سنسور معانا النهارده هو البريزنس سنسور. البريزنس سنسور بيحل معظم لو ما كانش كل مشاكل الموشن سنسور، ان هو بدل ما بيشتغل بالانفراريد زي الاولاني هو بيشتغل بحاجه اسمها مليمتر ويف. مين المليمتر ويف ده يا اسطى؟ المليمتر ويف ده بالبلدي رادار، فهو قادر يشوفك لو انت في الاوضه حتى لو ما بتتحركش. بالعكس، ده في بقى اجهزه نازله منه ادفانسد قوي بتقدر تشوف لو انت موجود في الاوضه وما بتتحركش عدد الناس اللي موجودين في الاوضه واماكنهم جوه الاوضه، وده بيفتح لك ابواب لاوتوميشنز لا نهائيه. مثال، لو انت حاطط البريزنس سنسور دوت جوه اوضه نومك وانت متعود ان كل ما تخش الاوضه النور ينور، بس ممكن تظبط الاوتوميشن ان لو البريزنس سنسور شاف ان في حد تاني موجود في الاوضه، ولنفترض حد نايم ومطفي النور، فانت دخلت، هيبقى قادر يفهم ان لا، في حد نايم، مش هنور النور دلوقتي، او ممكن ننور لمبه صغيره بدل ما انور نور الاوضه كلها وازعج البني ادم اللي نايم دوت في نفس المكان. فالبريزنس سنسور من ألطف الحاجات اللي ممكن تستخدمها بالذات في الأوض بتاعتك انت واولادك او اوضه ضيوف، علشان ما فيهوش نفس الغلطات بتاعه الموشن سنسور. وفي حاجه تانية مهمه جدا لازم تعرفوها، مش لازم اشتري بريزنس سنسور علشان استفيد من القصه دي. في اجهزه جديده زي اجهزه امازون، الايكو دوت 5th جنريشن، الايكو شو 8، الايكو كيدز، الحاجات دي بتيجي فيها بيلت ان بريزنس سنسور، فساعتها انت هتدفع شويه زياده بس هتستفيد بكل خواص الامازون ايكو سيستم مع سبيكر، وكمان البريزنس ديتكشن ده هيبقى موجود وشغال عندك، وسهل جدا تانتجريت في اي ايكو سيستم تاني، على سبيل المثال وليس الحصر الهوم اسيستنت. وده كان البريزنس سنسور. تعالوا نخش على الجهاز او السنسور اللي بعده. ثالث سنسور معانا النهارده هو الكونتاكت سنسور. الكونتاكت سنسور دوت
بيشتغل ازاي؟ هو عباره عن قطعتين ما بينهم ماده، اول ما بيعملوا كونتاكت او يلمسوا بعض يجي لك نوتيفيكيشن ان السنسور كلوز، لو بعدوا عن بعض السنسور اوبن. مثالي فين؟ في الشبابيك وفي الابواب. لو انت مثلا بره ومركبه في شباك معين او في باب معين والشباك ده اتفتح يجي لك نوتيفيكيشن تعرف ان في لا قدر الله حد داخل البيت من غير علمك. فده الكونتاكت سنسور، عظيم جدا، سهل جدا في تركيبه، وسهل قوي تطلع منه اوتوميشنز. اول مثلا ما افتح باب المكتب النور ينور. ممكن تستخدمه زي الموشن سنسور والبريزنس سنسور، بس استخداماته في السكيورتي سيستمز اكتر واهم بكتير. رابع سنسور معانا النهارده هو الفايبريشن سنسور. الفايبريشن سنسور ده بيبعت لك نوتيفيكيشن لو انت عايز اول ما فايبريشن معينه تحصل في المكان اللي انت مركبه فيه او اول ما الفايبريشن دي تخلص. طيب ايه استخداماته؟ استخداماته محدوده جدا بس ممكن تبقى مهمه لبعض الناس. زي ايه؟ فاكرين لما اتكلمت على اهميه الكونتاكت سنسور اللي هو ده في الامن بتاع الشبابيك والابواب؟ تخيل معايا لا قدر الله لا قدر الله حد بيحاول يكسر باب بيت. الكونتاكت سنسور ده مش هيشتغل غير لو الباب اكشلي او فعلا اتفتح، لكن ده لو انت مركبه في الباب مع اول خبطتين 3 هيجي لك نوتيفيكيشن قبل الفاس ما تقع في الراس. ده مثل تاني. ده استخدام من الاستخدامات. تاني سيناريو مثلا لو عندك غسالة، الغسالة دي طول ما هي شغالة ففي فايبريشن، اول ما بتخلص السايكل بتاعتها الفايبريشن بتقف يجي لك نوتيفيكيشن خلصنا غسيل الالوان يلا نخش على الغسيل الابيض مثلا. فليه استخداماته وليه طرقه. واحده برضو من الحاجات اللي انا شخصيا بستخدمها، انا عندي درج في البيت محرج على اي حد في البيت يفتحه. الفايبريشن سنسور ده حطه جوه الدرج، اول ما الدرج يتفتح ويتسحب الفايبريشن دي بتجيب لي نوتيفيكيشن على التليفون، فاعرف انه اتفتح، افتح الكاميرا، اعرف مين المذنب، وليها كلام معاه لما ارجع. فينفع في السكيورتي، ينفع في الكونفينينس او في الراحه اليوميه. وده كان رابع سنسور معانا النهارده. وده كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم. حاولت على قد ما اقدر ان انا ابسط استخدامات كل واحد من السنسورز دول، واهم حاجه فعلا افتكروا ان لكل مقام مقال بجد. كل سيناريو ليه طريقته المثلى في الحل. فكر كويس قوي قبل ما تشتري اي حاجه. لو حبيت تشتري اي حاجه اللينكات كلها موجوده في الديسكريبشن. لايك سبسكرايب لو المحتوى عجبك. اكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي اسئله او عندكم اي افكار لامثال عايزين تحولوها لحاجات في البيت الذكي وطرق نستخدم بيها الاوتوميشنز وغيرها. سلام.